واللي جابت العيادة مرة كبيرة في السن، وكانت تصيح وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وكان القطو الأسود اسمه بلاكي في حالة يرثى لها. كانت ريحة فمه سيئة جدا، وغير قادر على الوقوف، لعابه يسيل ويتنفس بصعوبة، وعنده إسهال حاد. أسعفته وأتذكر يومها ظليت في العيادة سهران على حالته لين استقرت. تحاليل دمه جدا سيئة، دمه وايد نازل، كان يحاول يرفع راسه، يبغي يعيش. قصة القطو الأسود بلاكي مثل ما قالتها لي المرة اللي جابت العيادة. تقول هذا القطو يا دكتور أعتقد قطو بيت، عايش في بيت من بيوت الفريج، وما كان